قشر البصل ده طلع كنز واحنا بنرميه. هاتي كده قشر البصل وحوشيه عندك في اكياس زي ما انت شايفه كده، وخزنيه عندك في اكياس. هقولك على كذا طريقه هتعجبك جدا بجد، هتدعيلي عليها. هاتي كده حبة من قشر البصل واستحالة تفرطي فيه، وهتوزعيه لقرايبك وناسك ولحبايبك كمان، وكمان لأنه اختراع فعلا محدش يعرفه، ويتباع بملايين الملايين. عايزاكي بس تصلي على رسول الله في التعليقات، وما تنسيش ترفعي الفيديو باللايك بتاعك علشان يوصل لكل حبايبنا. اول حاجه طبعا هتكوني غسلتي قشر البصل كويس ونشفتيه زي ما انت شايفه كده. انا غسله حبه وحطهم في كيس علشان اعمل معاكم الفيديو ده. جبت طبعا البصل وحطيته في فنجان زي ما انتم شايفين كده، فنجان من الشاي اللي احنا بنشرب فيه الشاي. حطيت حبه كده وسبت الباقي على جنب. هقول لكم بقى الطريقه بعد كده. هنجيب معلقه من الروزماري. ده روزماري يا جماعه، مجفف. هنختار بس، هناخد بس معلقه كبيره اهي زي ما انتم شايفين كده، معلقه، وهحطها كلها كده على الفنجان زي ما انتم شايفين. وبكون طبعا في نفس الوقت بغلي ميه على النار. هتحطي عليه كمان، هتملي الفنجان بالميه المغليه. الخطوه دي مهمه جدا علشان البصل ينزل اللون بتاعه، والروزماري كمان لما يتحط في ميه مغليه بيطلع الزيوت العطريه بتاعته، فلازم نحط ميه مغليه. وبتملي الفنجان بالمية المغلية، وبتجيبي غطا للفنجان وبتغطيه علشان الزيوت العطرية بتاعة الروزماري ما تطلعش منه. هنغطيه طبعا لمدة نص ساعة كده ولا حاجة، علشان تكون السخونة هديت شوية، سخونة المية المغلية هديت شوية. وهتبتدي ان انت تسيبيه نص ساعة كده لحد ما يتفاعل مع بعضه، وبيعمل لون المية مثلا بيبقى لونه زي بني غامق كده زي ما انتم شايفين. هوريها لكم بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده، وبتبتدي تقلبي زي ما انتم شايفين اهو. ولما كل ما يقعد اكتر، كل ما يتنقع اكتر، كل ما الالوان اللون بيزيد اكتر. تمام. هنسيبه بس نص ساعه لحد ما يبرد. زي ما انتم شايفين كده غطيت الفنجان وهسيبه لمده نص ساعه، وهرجع لكم تاني بعد ما اسيبه نص ساعه ان شاء الله. وبعد ما سبته نص ساعة كده المية هديت شوية زي ما انتم شايفين، بقت دافية شوية. طبعا هبتدي ان انا اصفيه بمصفى. هصفي كل الشوائب دي كلها، هصفيه كده في علبة صغيرة، وهحط عليه معلقة من زيت الزيتون زي ما انتم شايفين. قبل ما اصفيه هحط عليه معلقة من زيت الزيتون زي ما انتم شايفين كده. وهقلبهم مع بعض. وبعد كده هبتدي ان انا اصفيه بالمصفى واحطه في بخاخ. لو انت ما عندكيش بخاخ ممكن تحطيه في ازازه عاديه جدا وتطلعي منها حبه كده. ده مفيد جدا لتساقط الشعر، بيمنع تساقط الشعر وبيكثفه كمان اكتر. هتدهني منه مرتين، مره الصبح ومره بالليل. جميل جدا يا جماعه، ومتجرب على كذا حد وبجد جميل وادى نتيجه فعاله جدا. لو انت مثلا شعرك بينزل او ضعيف مش بينمو، شعرك لسه برضو بسبب الحمل والولادة ضعيف وكده، فده بيخلي الشعر يقوى، وبيقوي بصيلات الشعر، وبيخليه بينبت الشعر في اسرع وقت، وهيطوله وهيزيد من نموه. متقلقيش طبعا من ريحة قشر البصل، ده مش بيعمل ريحة خالص. ومعاه كمان الروزماري بيعمل ريحة كويسة، فبتطغي اكتر على ريحة البصل. هو اصلا ملوش ريحة. هتصفيه كده وتحطيه في البخاخ زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هتبتدي ترشي قبل الشاور بساعتين، هترشي شعرك كده وتفركي البصيلات بتاعة الشعر والجذور. ده بيقوي جذور الشعر وبيقوي البصيلات. كمان بيستخدم قشر البصل في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد والقضاء على الهالات السوداء. وهعمل لكم إن شاء الله بإذن الله فيديوهات كتير عنه ليه كذا استخدام. كل مرة هعمل لكم فيديو مختلف لاستخدامات قشر البصل. بجد بجد طلع كنز، اوعي ترميه بعد كده، هتبيعيه بالملايين مش هترميه بعد كده. يا رب الفكرة تكون عجبتكم المرة دي. ما تنسوش اللايك الحلو منكم، وتقولوا لي في كومنتات بتتابعوني من أي بلد ومشرفيني من أي بلد. أشوفكم على خير، ومع السلامة في فيديو جديد إن شاء الله.